هاي يا حلوين، مجددا معكن نادين. ولوك اليوم لوك خريفي بامتياز، ترند جديد اسمه pumpkin spice makeup. استخدمت فيه ألوان الياقطين يلي هو الأورنج الممزوج بالألوان الترابية. والباليت اللي حاستخدمها اسمها هيت من Urban Decay. مثل ما شايفين ألوانها جدا مناسبة للوك اليوم. إذا حابة تعرفي كيف عملت اللوك تابعي معي الفيديو. مثل العادة رح بلش ببرايمر العين، وهون استخدمت الكونسيلر من تارت، واستعملت معه فرشاة الكونسيلر من مورفي. شوفي، بالنسبة لبرايمر العين أي برايمر فيك تستخدميه، منه بالضرورة يكون كونسيلر، وخصوصا إذا أنت ما عندك تصبغات بالجفن. أما أنا بحب استعمل الكونسيلر توحد لون الجفن بالدرجة الأولى وكبرايمر بالدرجة الثانية. من بعد ما طبطبت بالبيوتي بلندر رح ثبت الكونسيلر باللوس باودر من جرافتوبيان. وبالنسبة للون الانتقالي رح استخدم البرونزر من بسام فتوح وطبقه على الجفن كامل. استعملت معه فرشاة الدمج من ريل تكنيك. ومن نفس الباليت يلي حكيتكن عنها قبل رح استخدم هيدا اللون وطبقه على زاوية العين من جوا. شوفي، ما تخافي انك تستخدمي ايدك تطبقي الوان الشادو، هيدي الطريقة افضل بكتير من انك تستخدمي الفرشاية، خصوصا لو حبيتي اللون يكون more pigmented، يعني لون ظاهر اكتر. ومن بعدها باي فرشاية دمج ادمجي الاطراف. انا هون استخدمت فرشاة الدمج من مورفي. الخطوة يلي بعدها رح استخدم هيدا اللون من نفس الباليت. استعملت معه فرشاية صغيرة وفلافي من شانيل، ورح طبقه على زاوية العين الخارجية وأعمل فيه سحبة لبرا. ومن بعدها رح بلش اسحبه على داخل العين حتى يعطيني شكل مسحوب مثل ما شايفين. ونفس اللون رح ارجع طبقه على خط رموش السفلي حتى يعطيني طبقات من الألوان المتجانسة مع بعض. وبفرشاة الدمج من مورفي رح أدمج الفواصل الحادة كلها. تقوي اللون أكتر استخدمت هيدا اللون البني الغامق من نفس الباليت وطبقته على زاوية العين الخارجية وسحبته لبرا بهيدي الطريقة. ومن جديد رح أرجع أدمج الفواصل الحادة. ومن أنستازيا رح استخدم هيدا اللون الأسود واسمه بيست، ورح طبقه بنفس الطريقة يلي طبقت فيها اللون البني الغامق. بهيدي الخطوة أنا عم حاول أعمل تدرج بالألوان من الأفتح للأغمق. فيكي أنت تستغني عن أي لون بدك إياه، فيك تستغني عن الأسود أو البني الغامق. وبالنسبة للون الشمري رح استخدم هيدا اللون ورح طبقه على وسط الجفن المتحرك بهيدي الطريقة. وبعد عملية الدمج وتأخذ اللوك لمستوى تاني حتى يناسب سهرة أكتر رح استخدم هيدا اللون الجليتري من سويت منت باليت، ورح طبقه على وسط الجفن مثل ما شايفين. انتي فيكي تكتفي باللون الشمري على وسط الجفن لو حبيتي يضل اللوك ناعم. بفرشاة الدمج رح ارجع ادمج الفواصل الحادة. وبالنسبة للآيلاينر استخدمت ستيلا آيلاينر، ورح أعمل خط رفيع على خط رموش العلوية وأعمل سحبة ناعمة على زاوية العين. ومن سيفورا استخدمت هيدا الآيلاينر بنسل وطبقته داخل العين العلوي والسفلي. استعملت معه الاي كونتورينج براش من شانيل ودمجته على خط رموش السفلي حتى حدد اللون أكتر. وكمان من ستيلا رح استخدم هيدي الماسكارا واسمها هيوج، ورح طبقها على رموشي من فوق ومن تحت. ومن بعدها رح استخدم هيدول الرموش. آخر شي حطيت الإضاءة من أوفرا اسمها راديو درايف،
وطبقتها على عظمة الحاجب من فوق وعلى زاوية العين من جوا. وهيك بيكون خلص اللوك اليوم. إن شاء الله تكوني استفدتي وحبيتي الألوان يلي استخدمتها مثل ما أنا حبيتها. إذا عجبك الفيديو ما تنسي تعملي لي لايك وشرفيني باشتراكك، وانتظري مني الفيديو الجاي قريبا. بحبكن كتير وإلى اللقاء.